اهلا بيكم يا دفعة 2027. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا الابطال عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. يلا بينا نبدأ رحلة جديدة مع بعض في مادة الاحياء، الرحلة اللي لازم طالب الثانوية العامة يبدأ فيها صح من اول يوم، لان يا دكاترتنا البداية الصح هي اللي هتخليك بفضل الله تعالى توصل للدرجة النهائية. وعشان كده انتوا دفعة غريبة، ما خدتوش يا ابني احياء ولا في اولى ولا في تانية، فما كانش ينفع دكتور اتش يسيبك، لازم نعمل لك طوبة او حجر اساس تبدأ عليه، ومن خلاله بإذن الله تكمل السنة وانت واثق من نفسك وحاسس ان انت ما شاء الله بيرفكت في المادة. عشان كده عملنا لكم الكورس التأسيسي لمادة الأحياء، كورس معمول مخصوص لدفعة 2027. يلا بينا بقى نتكلم عن تفاصيل الكورس ونعرف قصته ايه. يلا بينا مع بعض. بالنسبة لتفاصيل الكورس الإتشاوي يا حبايبنا الأبطال، إن شاء الله الكورس الإتشاوي العالمي هنقسمه على محاضرتين. اشمعنى محاضرتين يا دكتورة؟ أولا حضرتك لسه طالع من مود الأجازة، فالدنيا بالنسبة لك برضو مش أفضل حاجة، مخك لسه مش ناشط قوي، فمش عايز ارزع لك الكورس كله في محاضرة واحدة تقيلة والمدة بتاعتها كبيرة فتتوتر وتقلق وتتقرف كده من الموضوع، فهقسمه لك على محاضرتين رايقين مدتهم قليلة. المحاضرة الأولى العالمية هتنتظروها يا دكاترة، وخد الإعلان الجميل على قناتنا على اليوتيوب يوم 28/6 بإذن الله، وهننزلها برضو يا حبايبنا على الابليكيشن الخاص بيا باسم دكتور محمد هشام، وهنسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. حلو؟ بعد ما تسمع المحاضرة الأولى وتتمزج وتتكيف هتخش تسمع حل على المنصة. هننزل بقى أهم الأسئلة اللي على المحاضرة الأولى على المنصة، وهتسمع طريقتي وأنا بحل لك سؤال بالتفسير، وهينزل في نفس اليوم. بعد كده مدي لحضرتك براح 3 أيام حلوين تذاكر المحاضرة الأولى، وتعالى لي بقى يلا عشان ناخد الكويز الإتشاوي العالمي على المحاضرة الأولى إن شاء الله، اللي هينزل لكل طلابنا على الابليكيشن يوم 1/7. خلي بالك كده انت سمعت شرح وسمعت حل، وبعد كده دخلت اختبرت نفسك. طب عايز تسمع المحاضرة التانية؟ للأسف صديقي العزيز المحاضرة التانية مش هتفتح إلا لما تحل يا ابني يا حبيبي الكويز اللي كان على المحاضرة الأولى. يلا بينا بقى نعرف تفاصيل المحاضرة التانية هتنزل امتى وفين ويوم ايه. يلا بينا. المحاضرة التانية بإذن الله استنوها على قناتنا على اليوتيوب، واللي هنأسس فيها بقى الجزء الباقي من الكورس هتبقى إن شاء الله يوم 5/7 بإذن الله على قناتنا على اليوتيوب، وبرضه هنرفعها على الابليكيشن لكل طلابنا. وفي نفس اليوم لازم تسمع فيديو التدريب والأسئلة المهمة اللي على المحاضرة، فهينزل لحضرتك إن شاء الله فيديو حل أسئلة على المنصة يوم إن شاء الله 5/7، يعني في نفس اليوم. طب يا دكتورة سمعت الفيديو بتاع الشرح وسمعت الفيديو بتاع الحل، هقعد 3 أيام اذاكر المحاضرة على رواقة واخش اختبر نفسي واخد الكويز ان شاء الله اللي هيبقى يوم 8/7 باذن الله. وبكده يبقى انت كده سمعت محاضرتين شرح وحل وخدت الكويزين اللي عليهم. الف مبروك، خلصت الكورس التأسيسي. ولكن انا لسه ما خلصتش، محضر لك مفاجأة قنبلة، مفاجأة جبارة. يلا بينا نسمعها. المفاجأة عبارة عن امتحان شامل يا دكاترة على الكورس التأسيسي الإتشاوي. اسمع الميعاد، الامتحان ان شاء الله هيبقى يوم 12/7 يا دكاترة. الامتحان هيفتح وهيبقى مدته 3 ساعات وعبارة عن 60 سؤال يا دكاترة. هنعرف حضرتك ان شاء الله مدة الامتحان، هيفتح ان شاء الله من 3 وهيقفل الساعة 6. مدة الامتحان 3 ساعات 60 سؤال. طب يا دكتورة فين المفاجأة؟ بإذن الله المركز الأول عندنا في الامتحان، وده طبعا اللي هيقفل أو هيجيب أعلى درجة، هياخد من دكتور اتش 5000 جنيه، والمركز الثاني ان شاء الله 3000 جنيه، والمركز الثالث 1000 جنيه. ويبقى كده حضرتك حمستك، بس هدف الموضوع ده احمسك بس ان انت تبدا تتفرج على الكورس التاسيسي، لان قسما بالله هيفيدنا جدا جدا في الشغل. انت يا ابني ولا خدت احياء ولا في اولى، ولا خدت احياء ولا ايه ولا في ثانيه، خلاص. فالكورس التاسيسي حرفيا انقاذ لطلبه دفعه 2027. مش هدفنا ان احنا نقول اي معلومتين وخلاص على البورد، احنا الهدف الاساسي ان احنا ناسس طالب يقدر يكمل رحله الثانويه العامه بمنتهى الثقه. باذن الله تعالى انطلاقتنا مع بعض هتبقى يوم 28/6 على قناتنا على اليوتيوب. انا دكتور محمد هشام، ومتشوق جدا للبدايه مع دفعه 2027.